جايبالي تورتايه قد كده وبعدها عايزه اتحدق، وتاكل رنجايه قد كده وبعدين عايزه اتحلي، وقاعده تحلي وتحدق وتحلي وتحدق لحد دمي انا ما يتحرق. لو مش عارفه جسمك بيتعامل مع السكر والاملاح ازاي، تعالي اقولك. ده معناه ان طاقتك زيرو ومفيش مجهود، بتجري بسرعه على حاجه حادقه او حاجه مالحه عشان تاخدي طاقه سريعه. في اللحظه دي لو رحتي خدتي مشروب دافي من اللي بينظم سكر الدم او حتى بيعادل الاملاح في الجسم، هتاخدي طاقه من غير سكر ولا ملح، زي القرفه والجنزبيل والشاي الاخضر والكاكاو الخام. او بسرعه اول ما تحسي انك عايزه حاجه سكريه، روحي على الدهون الصحيه، خدي تمرايه عليها شويه سمسم او معلقه طحينه، او حتى حطي معلقه زيت جوز هند او MCT اويل على فنجان القهوه. والاحلى والاحلى لو شغلنا نفسنا في اي حاجه او عملنا رياضه لمده 15 دقيقه عشان ننسى احتياجنا للسكر السريع. جربي الحاجات دي وقولي لي بعد اسبوع فرقت معاكي في احتياجك للسكر والملح، بدل ما تفضلي تحدقي وتحلي وتحلي وتحدقي. وعشان خاطري بلاش الرنجة بعد التورته.